قمنا بزيارة السيد نور الدين قبلان نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، وتم التباحث مع سيادته للمشاركة في بطولة العالم المقامة في تركيا، بطولة البحر الأسود للكاراتيه، وأبدى استعداده ودعمه المادي والمعنوي من سيادته لقبل فريق نادي الموصل الرياضي. أشكر كل من ساهم في دعم، وأشكر سيادته خاصة والمجلس عامة بدعم فريق الكاراتيه لنادي الموصل الرياضي، علما أن نادي الموصل الرياضي لا يملك للمشاركة في هذه البطولة، وأبدى استعدادهم وبذل قصورهم ومخاطبة الجوازات لتسهيل أمر اللاعبين ممن ليس لديهم جوازات. وأثني وأبارك لهذه المدينة على هؤلاء الأعضاء الجيدين، بارك الله بهم بجهودهم. فلاح بدر محي الدين. طلبتوا قبل هسه من الاتحاد، أو ما هو دور الاتحاد هذا الأمر؟ حقيقة الاتحاد الفرعي ما عنده مخصصات للمشاركة، وتعرفون ظرف الاتحاد وتعرفون ظرف نادي الموصل الرياضي، المنح ما عنده موجود منح، فإحنا ما التجأنا إلا مجلس محافظة نينوى، وأبدأ استعداده لدعم هذا الفريق للمشاركة بهذه البطولة. وعندنا مشاركات سابقا، عندنا مشاركات في جورجيا، حصلنا على المركز الأول وحصلنا على المركز الثالث، ونعول على هذه البطولة إن شاء الله أنه نرفع راية الموصل بإذن الله سبحانه وتعالى، ونجيب نتائج من هؤلاء الأبطال اللي موجودين وراي بإذن الله. فلاح بدر محي الدين، مدرب منتخب محافظة نينوى بالكاراتيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا بطولة العالم، هي راح تقيم في تركيا، وبطولة ثانية راح تقيم بأرمينيا. بطولة العالم فعالية الكاراتيه، احنا فريق نادي الموصل، ونطالب من معالي الوزير وسيد المحافظ الدعم المادي، لأنه شوية الدعم عندنا ضعيفة احنا كنادي الموصل. سنة 2014 شاركنا هم ببطولة العالم، من ضمنها 32 دولة، ألمانيا وجورجيا وروسيا وأوكرانيا، يعني هذول الدول كلهم شاركوا. فنادي الموصل حصل على المركز الأول في فئة الناشئين، أول على العالم. وعندنا لاعب الثاني هم حصل على المركز الثالث فئة الناشئين، ثالث على العالم. احنا رحنا يعني كاسم نادي الموصل، بس هناك يعني صار باسم منتخب العراق، لأنه نادي الموصل يمثل العراق. وهاليوم قابلنا نائب رئيس المجلس نور الدين قبلان، نطلب منه يعني المادة، وإن شاء الله هو موجود، ويعني هو موجود، هو راح يدبر أمورنا، وإحنا حيل نشكره، جدا نشكره. عماد محمد، مدرب نادي الموصل. بسم الله الرحمن الرحيم. شاركت عام 2014 في بطولة جورجيا وحصلت على المركز الأول، وإن شاء الله نشارك في بطولة تركيا وناخذ أحد المراكز الثلاثة، ونطلب الدعم المادي من سيد المحافظ والسيد الوزير، وإن شاء الله نفوز بالبطولة ونجيب أحد المراكز الثلاثة. البطولة اللي جبتها هي الأولى على مستوى العالم؟ إيه، بمشاركة 32 دولة. بسم الله الرحمن الرحيم. شاركنا ببطولة العالم في عام 2014 في جورجيا، وحصلت على المركز الثالث فئة ناشئين الكاراتيه. والآن يعني احنا نطلع بطولة على تركيا، ونطلب من معالي الوزير وسيد المحافظ بأن يصرفون يعني الدعم المادي. عباس أحمد محمود.